وقع في منتصف القاهرة. الانفجار استهدف مديرية أمن القاهرة ومحيطها. الانفجار هز معظم أحياء القاهرة، تسبب في انهيار واجهة مديرية أمن القاهرة وانهيار شبه كامل لمبنى الفن الإسلامي، متحف الفن الإسلامي الموجه لها. الانفجار طبقا لبعض بعض التحليلات الأولية كان أقوى من انفجار مديرية أمن الدقهلية، وقوع العديد من الإصابات، وحتى الآن قتيلا واحدا على الأقل. نعم. المعلومات المبدئية اللي طبقا لمصادر مديرية أمن القاهرة إن هي سيارة مفخخة استهدفت مديرية أمن القاهرة، وكانت برضو بحمولة كبيرة جدا من مادة TNT. ده بخلاف إن كان في اشتباك بالأسلحة الآلية من بعض من معتادين الدراجات البخارية عقب الانفجار مباشرة. نعم، وما هي طبيعة المنطقة؟ يعني مفهوم أن بها مقر أمني، ما هي طبيعتها من حيث السكان، من حيث التركيبة؟ يعني لماذا تستهدف؟ مديرية أمن القاهرة تقع في منتصف القاهرة تقريبا، يحيطها يواجه لها المتحف الفني الإسلامي، وهو متحف عريق عمره ممتد منذ مئات السنين. المنطقة المحيطة لها هي منطقة تجارية شعبية جدا، تضررت معظم المحال التجارية. هناك إصابات أيضا في المدنيين قاطني ذلك الحي، حي عابدين. نعم، وهل هناك أي معلومات أو تتداولها وسائل الإعلام أو ذكرت من مصادر رسمية عن التعامل مع الحادث، مع يعني أمنيا كيف يبدو الوضع الآن في محيط الحادث؟ الآن يتواجد مدير أمن القاهرة والسادة مساعدي أوائل وزير الداخلية. السيد مدير أمن القاهرة كان استيقظ على صوت الانفجار عندما استنقذ بهم مساعديه. طبعا تتواجد كثيف لسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وأنباء عن قدوم الآن محافظ القاهرة حتى الآن دون أي إعلان لأي جماعة مسؤوليتها عن الحادث. إسلام مصطفى الصحفي في مصر متحدثا إلينا عن هذا التفجير الذي وقع صباح اليوم. سنتابع أخباره على مدار برنامجنا العالم هذا